صباح الخير، صباح الورد، صباح الجمال. انا مريم عوزة، دي قناتي. لو انتوا اول مرة تشوفوني فاهلا وسهلا بيكم، انتوا منورين الدنيا كلها. هنتكلم النهاردة عن الغيرة تعرفها؟ يعني ايه غيرة؟ بتحسي بايه في الغيرة؟ امتى تعرفي ان انت بتغيري على شخص او انت معجبة بيه او انت بتحبيه؟ تتملكي اعصابك لما تبقي غيرانة، وازاي تخلي شخص يغير عليكي؟ وهل الغيرة دي حاجة مهمة ولا لا؟ يعني من الاخر هنتكلم عن الغيرة من كل جوانبها. فلو جاهزة ليلة كوباية ينسون وتعالي عشان هنتكلم كتير. اول حاجة في الغيرة لازم كلنا نكون عارفينها، هي ايه هي الغيرة؟ يعني ايه غيرة؟ مشاعر عاملة ازاي؟ انا هتكلم من وجهة نظري. انا ما سالتش جوجل عشان اعرف، بس انا هقولك التشبيه بتاعي. انا شايفه او بحس ان الغيره دي هو احساس ان قلبي اللي موجود هنا ده مولع نار، مولع نار وبيتحرق، وبيحرق بقى ضلوعي وبيحرق كل حاجه فيا. ببساطه الغيره بالنسبه لي ان انا بسمع صوت تكسير قلبي بيتكسر، بسمع صوت التكسير بتاعه بوداني، بحس بالوجع ان هو بيكسر، بحس ان هو بينزف بجد، متعور وبجد بينزف وبيتألم. ده بالنسبة لي انا هو مفهوم الغيرة. ممكن يكون مفهوم بالنسبة لك انت حاجة تانية. اكتبي لي تحت في التعليقات انت بتشوفي الغيرة دي عاملة ازاي من وجهة نظرك انت، من وجهة نظرك انت. طيب هل معنى ان انا بغير ان انا اكون بحب؟ طبعا، طبعا، مليون في المية. معنى ان انت بتغيري على شخص ان انت بتحبيه قوي، وان هو في حياتك، وان انت عايزه ان انت تتملكيه. فلما بتحسي ان حد ممكن يهز العلاقه ما بينكم بتبتدي تتجنني، تخرجي عن شعورك. الغيره هي معنى ان انت بتحبيه، وما فيش حاجه اسمها انا بحبه بس انا ما بغيرش عليه. ما بتحبهوش، بس اكيد غيرتنا مختلفه. يعني في حد غيرته ممكن يكسر ويدمر، وفي حد تاني ممكن غيرته ان هي يبقى بيعيط لوحده. على حسب انت بتختاري انت بتغيري بشكل عامل ازاي، او طريقه غيرتك انت ايه. طيب ازاي تعرفي الشخص اللي قدامك ده اللي انت بتتعاملي معاه، زميل العمل او زميل الدراسه، ازاي تعرفي ان انت بتغيري عليه؟ ببساطه في ولد زميلك في الشغل او في العمل، وانت حاسه ان انت بتحبيه بس انت مش متاكده، عايزه تعرفي انت شخصيا بتحبيه ولا لا، عايزه تعرفي على ذاتك اصلا انت بتحبيه اوريدي ولا لا. ببساطه انت تتعاملي معاه عادي زي ما انت بتتعاملي، وتستني تشوفي لما حد بيجي يكلمه بتبقي عامله ازاي. لما بنت بتيجي تكلمه او تعمل حركه استفزازيه بالنسبه لك، لما تحسي ان في حد بيهدد العلاقه دي، انت تبقي عامله ازاي؟ بتتضايقي عادي، ده اعجاب. بتتقطعي من جواكي، بتتفتفتي، بتحسي ان انت مخنوقه مش قادره تاخدي نفسك، منهاره، ده حب. ببساطه ايه هي غيرة المرأة؟ يعني ايه مرأة بتغير؟ الست لما بتغير على شريك حياتها عادة بتستخدم السلاح اللي معاها، هو الدموع. يعني بتعيط بأبسط حاجة، والوحيدة اللي بتجيب نتيجة يعني هي الدموع، ان هي بتعيط. الراجل لما بيغير بيدمر، حقيقي، يعني بيدمر الدنيا كلها. انت هتغيري عليه امتى؟ لما تلاقي واحدة انت شايفة ان هي بتلف حواليه او هو بيلف حواليها. لو هي بتلف حواليه فانت هتبقي غيرانة، لو هو بيلف حواليها فانت هتبقي بتنهاري لان هو بيسيبك. ولو هو فعلا بيلف حوالين واحدة، فلو سمحتي لو انت حاسة بغيرة فعلا من جواكي سيبيه، سيبيه، ربنا يسهل له، لان انت هتفضل روحك تحترق وهو ولا هيبالي. وانت ما تستاهليش كده، ما تستاهليش تفضل روحك عمالة تتحرق عشان واحد بيلف على واحدة تانية. لكن لو واحدة تانية هي اللي بتحاول تاكل دماغه وبتدلع عليه وبتتلكك عشان تكلمه والكلام ده، انتي لو بتحبيه خليكي واضحة وصريحة. ما تعمليش شغل الغيرة الغبي اللي هو إيه، ما انت لو مهتم كنت عرفت، ما انت كلمتها بطريقة مش عارف ايه، انت حر، انت عامل اللي انت عايزه. ما تعمليش الهبل بتاع البنات ده خالص. خليكي واضحة مباشرة صريحة، يا فلانة بتعمل كذا 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 وانا مش قابلة المعاملة دي، فلو سمحتوا اقف عند حدودها. اما بقى العكس، الراجل لما بيغير عليكي، بصي بقى يا ستي،
هيغير عليكي من لبسك، لازم يبقى لبسك محترم. لو لبسك مش المناسب بالنسبة له هتلاقيه بيتضايق وبيزعقلك، وغيرته زعيق وخناق وشخط وخلافات. يعني ما بيقولهاش بالشياكة اللي هو حبيبتي أنا غيران عليكي فلو سمحتي غيري اللبس ده، لا، هتلاقي خناقة في وشك كده اللي هو صباح الخير أنا هتخانق معاك عشان غيران. ومش هيقولك إن هو بيغير، على اساس ان هم بياخدوا قوي موضوع الغيره ده على كرامتهم. انا قلت لها انا بغير، ايه ده اللي تفتكر ان انا بقى لا انا جامد قوي انا هتخانق. فلما يعمل معاكي خناقه على لبس او على شكلك او على مكياجك ابلعيها عشان هو كده غيران وبيحبك. تاني نوع من انواع الغيره، لو حد فكر ان هو يقرب منك، راجل لو فكر ان هو يقرب منك هو مش هيبقى عارف قوي يعمل ايه، بس هو هتلاقيه بيشيط حرفيا، هتشمي ريحة الشيوط يعني هتلاقي كده ريحة دمه كده بتغلي، فاهمة؟ فلو في ولد حاول ان هو يقرب منك او يلطف معاكي مثلا في الشغل او في الدراسة او كده، هتلاقيه بيجز على اسنانه كده، وبرضه خناقة يعني ما تفتكريش ان هي الموضوع هيعدي من غير خناقة، لا لا لا، في خناقة. تالت حاجة، لو حد تعدى حدوده أصلا، يعني صباح الفل كده لو حد تعدى حدوده، يعني اللي هو الحدود العادية إن إحنا مثلا ما بنسلمش بالإيد وحد سلم بالإيد، خلاص كده دي خناقة لآخر السنة. لو حد اتعدى الحدود اللي إحنا أصلا اوريدي حاطينها، يعني كل شخص في حياتنا، يعني إحنا كلنا عندنا حدود في حياتنا، تمام؟ أنا عندي حدود وإنتي محدود وكل واحد حدوده مختلفة عن التاني. لكن لو حد فكر إن هو يتخطى حدوده معاكي، شريك حياتك مش هيسكت. لو حد فكر ان هو يلمسك، شريك حياتك مش هيسكت، انسي، مستحيل يقبل، سواء كان بهزار، سواء كان بضحك، سواء كان بمحبة، سواء كان قرابة، مش هتعدي. طيب معنى الخناقات اللي انا قلتها دي ان هو بيحبك، وزائد كده ان انت ما تفرطيش فيه. بس الرجالة ده طبعهم ان هم ما بيقولوش انا بغير عليكي وبحبك يا حبيبتي، بيعبر عشان يبان ان هو قوي، فبيعبر بخناقة، تمام؟ لما تبقي غيرانة انت بقى ازاي تتعاملي مع غيرتك؟ انت ما تبقي غيرانة من حد ازاي تتعاملي؟ اول حاجة، لو انت غيرانة عليه من فلانة يعني فلانة الفلانية انا غيرانة عليك منها، هي بتتكلم معاك وبتقرب منك ومش عارف ايه والكلام ده، اول واهم حاجة ما تتكلميش وانت غضبانة، لازم تهدي، تقعدي مع نفسك، تجيبي ورقة وقلم، تطلعي أفكارك، تكتبي في الورقة، هتجيبي ورقة وتعملي عليها زي دواير كده، دواير كبيرة ودواير صغيرة، وتكتبي جوه الدواير الكبيرة والصغيرة دي قالت له ايه. مثلا قالت له انت شكلك حلو قوي النهاردة، ما تحلقش دقنك تاني بقى، البدلة عايزة تتكوي، الكرافتة مش مظبوطة، الكلام ده كله هتكتبيه كله في الورقة عادي، وبعدين بيرميها مش مشكلة. لما بتعملي كده انت بتفرغي الطاقة اللي جواكي. تاني حاجة، تبتدي ترتبي أفكارك، انت هتروحي تكلميه بصفة ايه؟ لو انتوا أصلا مش مرتبطين، مش مخطوبين، مش متجوزين، فما فيش صفة ان انت تكلميه بيها. فلو انت روحتي كلمتيه وانتوا ما فيش اي حاجه تربطكم ببعض، هيقول عليكي ان انت غيرانه، وده طبعا مش هينفع. هتعملي ايه لو انتوا اصلا ما فيش بينكم حاجه وانت غيرانه؟ هتلزمي الصمت. اما لو انتوا اصلا كنتوا مع بعض، فبوضوح هتروحي تقولي له فلانه كانت بتكلمك بطريقه مش كويسه، ودي حاجه انا مش قابلاها، فلو سمحت قلل الكلام معاها وابني حدود جديده عشان تحترم كرامتي وتحترمني، ببساطه جدا. ده بالنسبة لغيرتك انتي. طيب هو بقى لو غيران، انا قلتلك ان هو هيصور زي الطور بالظبط، مش هيرحم حد، هيحرق اللي قدامه كله. بعد ما يخلص البركان اللي هو هيعمله ده، خليكي لطيفة وهادية ووضحي له ان انتي ما عملتيش حاجة، وانا عارفة ان انت بتعمل كده عشان انت بتغير عليا، بهدوء وبالراحة. بس عارفه اللي هي البنات اللي تيجي تقول له ايه ده حب ده ولا ايه، هي نفس النظام كده. بس في النهايه حاولي على قد ما تقدري ما تستفزيهوش ان هو يطلع اقصى حاجه عنده من موضوع الغيره ده. والحاجه التانية، ما تخليهوش دايما في السيف سايد، يعني مش دايما تبقوا ما فيش غيره ما بينكم،
مش دايما تبقي بتعملي الحاجة اللي هو عايزها، يعني دايما بلبس اللبس اللي هو عايزه عشان ما يغيرش، ما بكلمش حد عشان ما يغيرش، ما بعملش ايه عشان ما بيغيرش. لا، يعني حتى على الأقل لو انتوا مرتبطين ببعض اما تيجي تكلمي مثلا حد اخوكي او باباكي، قولي ايوه يا حبيبي، خليه كده دقيقه كده يفكر ايه ده، مين حبيبي ده، بتكلم مين. عايزاكي تثيري غيرته بس مش بالطريقه اللي هي تخليه يثور، لا، ثيري غيرته بس بطريقه ذكيه. واياكي اياكي اياكي من الحركات بتاعت البنات، هقولها لك كلها. انا هروح اوقفها عند حدها، انا هخليها تتكلم معاك بطريقه مختلفه، لو سمحت ما تكلمهاش انت، انا هكلمها، اديني نمرتها وانا هعرفها ازاي تتكلم بعد كده. انت ما بقيتش بتحبني، انت ما بقيتش مهتم بيا، انا لو كنت عاجباك انت ما كنتش هتبص لها، انا هعمل خطه عشان اخليها تبعد عنه واوقع ما بينهم. بتعملي ايه؟ واخر حاجه، ما انا مش حلوه كفايه، انا لو حلوه هو ما كانش اتكلم معاها. كل الحاجات اللي بتدور في دماغك دي ما تفكريش فيها اصلا، ارميها في الزباله، لان انتي اكبر من كده. والاحساس اللي احنا بنحسه بتاع الغيره ده والله بيحسسك ان انتي عندك مشاعر. وزي ما انا قلتلك ان الغيره هي اقصى مراحل الحب، انت بتحب عشان كده انت بتغير، ولو انت ما بتغيرش فانت ما بتحبش. ومفيش حاجة اسمها حب من غير غيرة، الغيرة أساس في الحب. أهم حاجة إن يبقى الشريك بتاعك متفهم، فاهم يعني إيه أنت بتغيري، وأنت كمان ما تبقيش اللي هو بتغيري من كل حاجة وأي حاجة. في حاجات ما بتعديش وفي حاجات بتعدي. حاجات بتعدي زي إن احنا نسلم على أصحابنا الصبح في الشغل، نقول لهم صباح الخير، بتعدي. لكن الحاجات اللي ما بتعديش إن احنا طول الوقت نبقى واقفين مع بعض في الشغل وبنهزر وبنضحك، لا دي ما تعديش. ان حد يقول كلام مش مقبول، دي ما تعديش. ان حد يتجاوز باللمس، دي ما تعديش. على فكرة لو انت بتغيري فانت قلبك بيدق، ولو هو بيغير عليكي فتمسكي بيه. عصبي، عصبي بس يستاهل. بس كده، انا كده خلصت الفيديو ده. ابعتيه لاكتر حد تعرفيه غيور. وبس كده، شكرا جدا على وقتك.